أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه يا ربنا في الآخرين، وصل عليه يا ربنا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أما بعد، أيها المشاهد الكريم، نعيش الآن مع آيات بينات من صدر سورة المجادلة، هذه السورة الكريمة التي عالجت مشكلة الظهار وبينت حكمه. وسبب نزول هذه السورة أن خولة بنت ثعلبة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أوس ابن الصامت زوجها قد ظاهر منها. والظهار كان طلاقا في الجاهلية، وجاءت تشكي حالها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحاور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت: يا رسول الله، إن لي منه عيال، إن ضممتهم إلي جاعوا يا رسول الله، وإن ضممتهم إليه هو يا رسول الله ضاعوا. يا رسول الله، لقد أكل شبابي ونثرت له بطني، يا رسول الله ماذا أصنع؟ وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: يا خولة، ما أراك إلا وقد حرمت عليه. يا خولة، لا أجد لك حكما وما أراك إلا وقد حرمت عليه. فأخذت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: سبحان من وسع سمعه كل شيء. كانت خولة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا في جانب من جوانب البيت وأسمع بعض كلامها ويخفى علي البعض الآخر. أخذت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآيات، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا خولة، لقد نزل فيك هذه الآيات من صدر سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ويؤخذ من هذا ويستفاد من ذلك أن الإنسان
عند أي أمر يتعلق بالدين لا بد أن يسأل، ولا بد أن يسأل العلماء، فاسأل به خبيرا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن أوس بن الصامت لما ظاهر من زوجته وأرادها لفراشه امتنعت خولة وقالت لن تتمكن مني حتى أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى أقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث. ومن هنا يستفاد كما قلنا أن الإنسان في الأمور الدينية لا بد أن يسأل العلماء، ولا بد أن يسأل أهل الذكر كما أمر ربنا سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق يقول لخولة ما أراك إلا وقد حرمت عليه. لا يوجد نص حتى يفتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتظر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نزل الحكم من السماء، وحتى نزلت الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، يعني الزوجة لا تكون بحال من الأحوال وإنما الأم هي التي ولدت، وإنما الأم هي التي أرضعت، وإنما الأم هي التي حملت، وإنما الأم هي التي سهرت، فهي ليست كالزوجة. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. أي هذا القول قول فيه ما فيه من الإثم، وقول فيه ما فيه من الكذب، فكيف يعتبر الإنسان زوجته كأمه؟ أو كيف يقول الإنسان المسلم لزوجته أنت علي كظهر أمي؟ فلا يجوز ذلك بحال من الأحوال. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ولكن ماذا يصنع الإنسان إذا طرق العنان للسانه وقال لزوجته هذه الكلمة، أو ظاهر من زوجته أو قال لزوجته أنت علي كظهر أمي؟ ماذا يفعل الإنسان؟ وما هو الحكم؟ هنا الحكم يقول رب العالمين والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة. هذه كفارة الظهار. إذا ظاهر الإنسان من زوجته لا بد أن يعتق رقبة مؤمنة. وإذا كان الله سبحانه وتعالى لم يسمي في هذه الآيات الرقبة بأنها رقبة مؤمنة أو غير مؤمنة، ولكن الإمام الشافعي قاس على كفارة القتل فقال أمة تعتق أمة أو يعتق عبد مؤمن. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، يعني من قبل أن يعاشر الزوج زوجته، من قبل أن يعاشر الزوج زوجته، من قبل كل ذلك لا بد أن يكفر عن هذا الذنب، أن يعتق رقبة مؤمنة عبدا كان أو أمة، فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماس. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. الله عليم بما تصنعون، والله عليم بما تفعلون، والله خبير بكل أعمالكم. ثم يقول رب العالمين فمن لم يجد
فصيام شهرين متتابعين. وفي هذا إشارة إلى أن الإسلام سيأتي اليوم الذي سيحرر فيه العبيد، فلن يكون هناك عبد ولن تكون هناك أمة، بدليل أن الله عز وجل قال فمن لم يجد، وعند الصيام قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لا بد أن يكون الصيام متتابعا. فلو أفطر الإنسان الذي ظاهر من زوجته والذي يكفر عن هذا الذنب، لو أفطر في اليوم 60 لا بد أن يعيد الصيام من أوله، اللهم إلا إذا كان هناك عذر. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فمن لم يستطع، هنا من لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. يستفاد من ذلك أن الظهار كان معلوما في الجاهلية أنه كان طلاق، فلما جاء الإسلام خفف وكانت له دية وكانت له كفارة. ويستفاد من ذلك أيضا أن الإنسان إذا وقع في شيء ما فلا بد أن يسأل العلماء الثقات، لا بد أن يسأل أهل الذكر، كما ذهبت خولة بنت ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي على الإنسان المسلم ألا يترك العنان للسانه حتى لا يقع في مثل هذه المخالفات. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.